ده ايه؟ سمك. وده ايه؟ سمك. وده ايه؟ سمك. كل ده صيدينه بفضل الله. كانت رحلة قوية جدا وممتعة جدا. عايز ابقى مفرفش ومنعنش فاكك وفريش، هفضل على البحر انا طول الصيف واصطاد في الفيش، وما اروحش البيت ولا بتنطيط، واجيب سنارة اصطاد في الليل لو فيه عفاريت، واقضيها بلبطة بلبطة بلبطة، واقضيها بلبطة 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 بلبطة. السؤال التقليدي بقى اللي كل الناس بتسأله لنا، بيشوفوا ما شاء الله سمك كتير وأحجام كبيرة، بتعملوا إيه بالسمك اللي بتصطادوه؟ أنا أقول لك، أولاً بناكله طبعاً، ثانياً بندي لكل أصحابنا وحبايبنا اللي عارفين إن إحنا بنصطاد وبيجربوا السمك بتاعنا وبيطلبوا سمك بالاسم. ثالثاً ممكن نبيعه في الحلقة، بننزل بيه الحلقة في الغردقة ونبيعه. رابعاً بقى، وده موضوع حلقتنا، إن إحنا بننضفه عشان يتخزن بسهولة في البيت ويقعد معانا لفترة طويلة. في الرحلة دي كنا مصطادين سمك كتير جدا ما شاء الله، ورجعنا بيه رحنا على العين السخنة، صحينا الناس اللي هناك اللي بتنظف 5 رجالة حرفيا بمعدات جزارين، وطلعوا بقى الجرم البياض وطلعوا الكشر وطلعوا كل السمك اتنظف. قعدنا اكتر من 6 ساعات بننظف السمك، بس هم بيعملوا حاجة ممتعة جدا، تنظيف وتغليف وحاجة اخر شياكة. هفرجكم على كل ده. ومش بس كده، ده شرح كمان لطريقة الطبخ، ازاي نعمل البطروخ، ازاي نعمل الراس، ازاي نعمل الجزل، ازاي نعمل كل تفصيلة. قطع بصل شرايح تمام مع توم تبلهم مع بعض في قلب مع بعض كده في الحله لحد ما الثوم والبصل يصفروا تمام. ترمي عليهم الراس دي والسلسله، تبدا جميع التوابل بقى اللي موجوده عندك نص ساعه وكله. طيب وده ايه؟ ده البطروخ. والبطروخ ده تحط عليه زبده وتدخله الفرن، وبعد ما يستوي طلع وكل حاجه. طيب وده تبع كده؟ ده مقلي بقى طاجن، ده الفيليه مقلي او طاجن. ما شاء الله ما شاء الله. ده كله متقطع كده مقطعونه. طيب وده تمام، وده مقلي. ده مقلي برضه. كل ده هتلاقوه موجود معانا، وما تنسوش الشعار اللي يشدنا يبقى عندنا.